مساء الخير يا جماعة. وقف سريع بعد ماتش الأهلي وفلامينكو طبعا. انتهى بهزيمة الأهلي وبرونزية كنا كلنا عايزينها، كنا كلنا نفسنا فيها، حتى مهما كان لو خدناها كتير. انت برضو تالت عالم وبرونزية عالم وده إنجاز كبير. هتكلم على كذا حاجة من الحاجات اللي برضو اتكلمت عنها الماتش اللي فات. انت عندك مشكلة هجومية، ودي مش مشكلة دلوقتي بس، دي مشكلة على طول بنتكلم فيها. مشكلة حذرنا منها كتير بإنك ما تتغرش فيها في ماتشات الدوري، ما تتغرش بيها في ماتشات قمة، لأن هي ما بقتش ماتشات قمة لأن المنافس بتاعك ضعيف. لكن أنت عندك مشاكل فيها. هل المشاكل دي حلتها؟ أنت ما حلتهاش، بل بالعكس أنت بتحاول تتغاضى عنها. وللأسف جت فترة إحنا الجماهير كمان كنا بنزايد على بعض بيها، بإن لا أنت هجوميا كويس ليه ما هما بيجيبوا جوان. أنت دلوقتي المشكله بمنتهى البساطه. انا في طبعا كذا حاجه مش عجباني في الماتش وما عجبتنيش في الماتش اللي فات. اول حاجه انا التشكيل، انا ما زلت شايف انك بتبدا بتشكيل خاطئ، بتعمل التغييرات متاخره قوي. انا حسين الشحات مش عارف بالظبط المشكله في ايه، هل لان هو بيعترض وهو خارج ففجاه نلاقي حسين الشحات ما بيلعبش، فجاه نلاقيه بينزل متاخر. في حاجات تانية ممكن نتفق او نختلف معاها، سواء لعيبه في نص الملعب، سواء يعني الماتش اللي فات انا كنت معترض ان قفشه بيبدا، انه كنت عايز حمدي فتحي يبدا الماتش ده نسبيا في نص الملعب. ممكن نتكلم في اللعيبه اللي لعبت في خط الدفاع، ممكن نتكلم في اللعيبه اللي لعبت، لكن الحاجات اللي ما اعتقدش هنختلف عليها ان احنا ما ينفعش نشوف محمد شريف وقفشه بيبداوا ماتش اساسيين تاني. هتقول لي طب هتلعب بمين؟ هقول لك ما هو برضو انا كمشجع، انا برضو مش مشكلتي ان انا بقالي سنتين بتزنق في حته ان ما ده اللي موجود، دي مش مشكلتي خالص خالص. تاني حاجه بتبدا بكهربا، العب بتاو مهاجم صندوق ونزل وينج تاني، نزل حسين الشحات. معلش لو متضايق ان هو اتنرفز وهو خارج من التغيير، معلش تعالى على نفسك وابدا بيه. هو مثلا ما تلفظش، ما شوحش، ما رماش حاجه عشان نقول لا ده. يعني انا برضو حسين الشحات قصته بالنسبه لي غريبه، وما تقوليش بدني لان اللعيبه كلها واقعه بدني، اللعيبه كلها واقعه بدني. فمحدش يجي يقول لي ان حسين الشحات كان بيقعد عشان بدنيا واقع. انت شريف لا بدنيا ولا ذهنيا ولا فنيا وعادي بتلعبه. بيرسي تاو لما رجع من الاصابه ما انت بتلعبه، ما اديتوش حتى فتره احماء او فتره دخل على طول. احمد عبد القادر هو بيعمل مجهود بدني كتير. فحسين الشحات انا مش مقتنع بحته بدنيه. لكن سيبك من حته التشكيل والكلام ده كله، لان احنا بنقيم كل ماتش بماتشه، لكن لو هنتكلم في المجمل كولر مدرب كبير وكولر عمل ماتشات حلوه قوي. فانا ممكن ان النهارده ما اوقفش قوي على موضوع التشكيل والتغييرات مع انها خاطئه، لكن ساعتها اللي هنبقى بنعمل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو خلاص بقى في حد غلط في حاجه معينه في موقف معين واحنا مسكناه سلخناه. لكن لما نتكلم بقى على واحد زي محمد شريف، لا يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن دلوقتي محمد شريف لسه في حد بيزايد، لسه في حد ممكن يقول قال انت هتقف على اللعيب على واحده. طب ما شريف جاب جونين في ماتش الزمالك. احنا يا جماعه انت لازم يبقى عندك الحته دي. انت قضيت وحفل على المنافس واعمل كل اللي انت عايزه، بس انت لازم يبقى عندك حته التقييم ان اللعيب ده الاجوان اللي جابها قدام مين. هي دي الفكره، وده اللي انا كنت بقول عليه في كل لايف حتى لما كنا بنكسب وكانت الناس بتتضايق. لما كنت بطلع اتكلم على شريف وقفشه كنت لسه بقى عامل الصفحه جديد، فطبعا انت عارف احنا بنحب نصنف بعض، دي بقى اللجان بقى اللي بتهدم النادي كنت بسمع كلام غريب. الحمد لله دلوقتي الناس اقتنعت، لكن للاسف احنا بيبقى فينا الحته دي انك لازم تفضل لحد ما يحصل مليون كارثه، وبعد كده لا يا جماعه ده قفشه فعلا مش بلاي ميكر، لا يا جماعه ده شريف فعلا ما ينفع. ده احنا كنا بنقوله. وقبل كاس العالم وفي ماتشات في الدوري انت كنت بتبقى كسبانها باربعه وخمسه، وكنت بطلع اقول طريقه اللعب ده والكلام ده والحنكشه الهجوميه دي مش هتنفع في كاس العالم للانديه ومش هتنفع في افريقيا. ليه؟ عشان الماتشات دي مش زي ماتشات الدوري. انت مش بتلاعب مدافعين هم اصلا مش شايفين قدامهم، فهو هيغلط وهو هيرجع كرة غلط وهيعمل عليك ضربة جزاء وهو ممكن يجيبها في نفسه. وحتى لو المهاجم بتاعك مش تقيل هيلاقي مساحة هيعرف يستلم. الكارثة ان حتى شريف ما بقاش حتى عارف يعمل ده قدام الفرق الضعيفة. هتيجي تقول لي ماتش الزمالك، هقول لك ما هو وارد، ما هو برضو انت قبل ماتش الزمالك وفي حاجه غير فنيا، حاجه برضو ذهنيا. فاكرين انا قلت لكم ايه في ماتش الزمالك؟ وبرضو ناس قالت لي يا عم بقى ما انت محبكه قوي ما تحتفل، لما راح مسك التيشيرت بتاع ال50. ساعتها قلت لكم ايه؟ قلت لكم كنت اتمنى محمد شريف يروح يحتفل مع الجماهير ويعمل حركه شيك من بتوع قفشه،
انتوا على راسي، انتوا على دماغي. انت كان ساعتها يا شريف داخل لك على 20 ماتش ما بتجيبش جوان، فانت تاخد لي تيشيرت هي جبت ال 50 جون، ده فرق ذهنيه. فشريف حتى كذهنيا لا يا جماعه، عنده مشاكل، عنده مشاكل في العقليه. احنا كلنا كنا فرحانين بماتش الزمالك، بس انا اول ما جري بالتيشيرت بتاع ال 50 بتاع، انت بتهرج يا شريف. يا عم روح اعتذر للناس، روح اعمل للجماهير كده على قلبي على راسي اي حاجه، الناس بقى لها مليون سنه مستناك تجيب جون. فتحس ان هو عقليته اصلا في حته ثانيه. الماتش اللي فات شريف الكاميرا جايه عليه، فاهم؟ عارف والله اللي كانوا بيجيبوهم زمان برنامج الكاميرا في الملعب، لما كان بيلاقي ابو تريكه جنبه اللي هو واقف عامل كده، مش واقف كده لعيبه ريال مدريد مستني يبدل تيشيرتات، اللي الواد مودريتش بتاع البلاي ستيشن اهو. فانت ممكن الحاجات دي تاخدها استظراف، تاخدها انها حاجات مش مهمه. لا طبعا دي فرق في تركيز اللعيب. اوعى تاخد ان الحاجات دي حاجات مش مهمه او حاجات ايه علاقه ده بالكوره. طبعا ليها علاقه بالكوره. ما يبقى عندك لعيب هو منفصل عن الواقع في عالم موازي، لعيب هو نازل بالمنتاليتي بتاعت يا عم ده ريال مدريد، يا عم برضه ده فلامينكو، يا عم ماتش، طب ما اكيد مش هيلعب. تبص مثلا واحد زي عبد المنعم، بص الجرينتا اللي عند عبد المنعم وعامل ازاي. لا يا باشا مش نازل اللي هو ريال مدريد، ما ده تمامي. بص علي معلول النهارده، هو عارف ان هو غلط وعمل كوارث، بص قاعد بيلف في الملعب ازاي. شريف انت بتحسه نازل اللي هو ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يا عم ونعم بالله. بس هو ذهنيا ضعيف، ودي والله العظيم مهمه جدا قبل الفنيات. دي مهمه جدا قبل الفنيات. ودايما المثل اللي انا بضرب بيه الموضوع ده اكرم توفيق. اكرم توفيق لو هتقيمه فنيا، كفنيا بس، كتكنيكاليتيز، كبيور تالنت، كموهبه وكفنيا، انت ممكن تديله 50 من 100. لكن قيمه في اللعب بسبب الرجوله والجرينتا بتديله 200 من 100. فمهما كنت فنيا عالي، يعني مثلا عبد القادر كان انتقادنا ليه غير ايه مثلا، غير موضوع الانانيه، ان انت بتحس الكره بتتقطع في الترقيصه، لا فاهم، صباح الفل، ساعات ما بيرجعش حتى يدافع. انت فاهم؟ النهارده عبد القادر، والصراحه في ماتش ريال مدريد لسه الانانيه والفرديه موجوده، بس بتشوفه بيرتد، بيرجع يدافع، فتحس بدا يعرف ايه، او هو يبدا يفهم لا جو الدوري اللي انا بضحك بيه عليهم سبعات وثمانيات ده مش هياكل مع الناس دي. والنهارده كان فيه انانيه كتير، لكن مثلا الجول اللي جابه ده، واحد زي ده تعرف ان انت ده مثلا اللي تقول ممكن اصبر عليه او انتقده بحب عشان عنده حاجه كويسه. لان الجون التاني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، الجون اللي هو جابه، انك لم واحد واثنين وثلاثه وخليك ايجابي، روح شايط او روح مرقص. لكن محمد شريف انت حتى مش يعني انك تيجي تقول لي نقد بناء، اقول لك نقد بناء عشان هتبني على ايه؟ عشان هتعمل ايه؟ فانت في ناس للاسف خلاص انت بتتجرجر لحته ان هو مش نافع يلعب في النادي الاهلي. ما ينفعش يبقى مهاجم النادي الاهلي، وما ينفعش انت كمشجع تقيم اصل اللي جاب جونين في الزمالك، لا اصل السنه اللي فاتت كان ايه. عيب، ده الكلام اللي احنا بنتريق بيه على المنافس بتاع، بس الواد مصطفى فتحي الكوبري بتاع ربيعه خلاه حرق، ده ليه الناس بتوعه، ده ليه انا ما عنديش حراقين عشان بيجيبوا جون ويفضلوا قاعدين سنه. ما عنديش لعيب هديله شرط الكابتنه عشان جاب 2 كوبري و2 سبعات. عبد القادر الماتش الجاي لو قعد يرقص ويحنكش والكره تتقطع منه هطلع اصيح هنا واقول لكم الواد ده لازم حد يتكلم معاه يقول له يلعب برجوله. ده الفخ ده اللي خلى انديه تانية لعيبتها تروح في داهيه. يعني كانوا بيلاعبتهم بتقعد على السوشيال ميديا يقول لك يا عم صباح الفل مش فارقهم الهزيمه، ده عمالين يتكلموا على الكوبري اللي انا جبته في مين والسبعايه اللي جبتها في مين. ده ليه ناسه، ده مش احنا. ليه؟ عشان احنا ده نادي كبير. فما عيب اصلا ان انا المهاجم بتاعي لما نيجي ننتقد تقول لي بس من 4 ماتشات ما اعرفش اعمل، بس السنه اللي فاتت، فاعمل ايه انا دلوقتي؟ فلما اروح العب سان داونز في جنوب افريقيا وتحصل لحنكشه يقول له النبي ستوب ستوب يا عم، يا عم ده شريف ده كان هداف الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، يا عم في ايه؟ هيحسبها لي جوان يعني؟ فهي دي الفكره. فانت شريف وقفشه هتقول لي ايه اللي دخل قفشه في الموضوع؟ هقول لك لا، ما احنا لازم ما احنا مش هنفضل، عشان ساعتها اللي هنبقى فعلا بقى ايه، ماسكين لعيب بنسلخه وبننتقد زي الاطفال عشان عمل حاجه وحشه. انت في لعيبه فنيا وعقليا وذهنيا انا حاسس ان هم الى الان هم مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي جوه النادي. هو مش فاهم ان ده تيشيرت النادي الاهلي، مش فاهم جماهير النادي الاهلي عامله ازاي. هو فاكر ان هو ممكن يجيب لي جون او جونين ويعيش عليهم. لا، لازم تبقى فاهم ان لا ده مش هيحصل. ولازم تبقى فاهم ان انت ما تضربش بوز، بمعنى ان انت يا قفشه لو ماتشين كمان 3 لعبت زي ماتش ريال مدريد وانتقدنا، ما تنزليش الستوريز اياها بتاعت انا مش شايفكم وانا مش سامعكم وانا لا، لازم تعرفوا ان دي طبيعه الفرق الكبيره. عامة في جماهير هتنتقدك، ممكن من ماتش واحد تلعبه وحش، الجماهير هتنتقدك، لازم تبقى فاهم ده. فما ينفعش يبقى ان انت ما تبقاش مهتم بانتقاد الناس فتكمل لعب وحش،
او ان انت يبقى الموضوع بالنسبه لك عادي. لان انا برضو في مشكله في الجيل الحالي اصلا، ودي بتبان في اللقاءات لما يسالوهم على سؤال السوشيال ميديا، هتلاقي الاجابه بتاعتهم في جزء صح، ان هو ايه يقوم يعني مثلا شريف لما كان مع شادي محمد في اوضه اللبس، رجعوا شوفوا اللقاء ده، كانت الاجابه بتاعته قال منها جزء صح، اللي هو ايه، قال لك انا ما ينفعش ارمي وداني للانتقادات عشان افضل مركز، ده صح. لكن بعدها راح رامي افيه قال لك وكمان الناس دلوقتي انت عارف بقى كل واحد بيعرف يحلل كوره. فده يثبت لك العقليه اللي عند الناس دي، ان هم عندهم حته اريجنس، مش فكره ان انا عايز اركز في الملعب، لا وكمان انتوا مين يعني بس بتوع السوشيال ميديا يطلع ينتقد بقى. فدي موجوده عند شريف، موجوده عند قفشه، وموجوده عند عبد القادر، بس عبد القادر بدا يتلم فيها شويه. فانت هنا المشكله مش فنان، ومش مش فنان بس، مشكله ذهنيه. طيب تعال نتكلم بقى فني. مشكله لما يبقى عندك خط هجوم ضعيف، هي مش مشكلتها في ان انت ما بتجيبش جوان بس، مشكلتها ان انت بتلبس بسببها هجمات مرتده. وده اللي حصل النهارده مع شريف، وتاني بيتكرر كتير. ليه بفضل اقول لكم بيتكرر كتير؟ عشان احنا مش بنقيم بالقطعه، مش بنقطع في لعيب لعب ماتش وحش. انت هتلاقي على طول شريف وقفشه وعبد القادر اكتر ثلاثه انت بتلبس مرتدات بسببهم، اكتر ثلاثه بتلبس مرتدات بسببهم. فهنا تيجي تلاقي ان انت خط الهجوم بتاعك لو وحش بيأثر على الدفاع بتاعك، ان بيتعمل مرتدات. انت كمان عندك كارثه بقى في الثلاث لعيبه دول في حته المرتدات. ايه بقى؟ ما بيرجعوش. عبد القادر في البطوله دي بيعمل واجبات دفاعيه، لكن قفشه مثلا الماتش اللي فات انا قلت لكم على اللقطه اللي الكره اتقطعت منه شار لديانج قال رجل الحقه. فدي مشكله ان انت بتلبس مرتدات بسببها. في بقى مشكله تانية نفسيه، ودي بلاحظها في اللعيبه. انا مثلا ساعات كتير لما بفضل انتقد عبد القادر ان هو بيرقص كتير، ساعات بقعد افكر كده بقول معلش، هو لو انا في الملعب انا مش هباصي لمحمد شريف، انا مش هباصي لمحمد شريف. تيجي تبص تلاقي الشحات بدأ يعمل ده، النهارده طاهر في كور عمل ده. فتبدأ تحس ان الموضوع لا مش فكره انانيه عبد القادر، لا هي زمايله اللي في الملعب مش واثقين فيه. والناس اللي بتلعب كوره انت هتبقى فاهم قصدي ايه؟ لما بتروح تلعب كوره مع اصحابك في الخماسي، في واحد انت عارف انه هيحنكش، فبتلاقي نفسك ايه، عندك اختيار ان انا اجرب ارقص او اديها له، بس انا لو اديتها له هتضيع، طب ما اجرب ارقص. وخصوصا واحد زي عبد القادر هو عارف انه مهاري. فانا ساعات بقعد افكر بعد ما بفضل انتقده كتير، الماتشات بالذات اللي بيبقى فيها شريف دي هتلاقي انتقادي لعبد القادر ممكن يبقى اقل. ليه؟ لان انا بحط نفسي مكانه، بقول معلش لو عندي مهاره عبد القادر وعندي فرصه ان انا ارقص واخش وشايف شريف فاضي، اقسم بالله هختار ان انا ارقص واخش وما اديهاش لشريف. فغير ان انت كلاعب يا شريف ما بتجيبش جوان، انت مبوظ الشكل الهجومي، لان في انانيه، في فرديه، في قله ثقه، في تحركات شريف بيبوظها اصلا. الماتش اللي فات الكوره اللي خبط في عبد القادر قطع غلط، انت ضيعت انفراده عشان انت يا شريف دخلت خبطت في لعيب. انت مبوظ لي الخط القداماني حتى في تحركاتك من غير كوره. الجزء بقى التاني اللي موجود اللي بيبوظ الدنيا دفاعيا اكتر غير المرتدات، لان ممكن تقول لي ده طبيعي، ما هو يعني كل هجمه بجول حلو، سيبك من دي، سيبك من حته المرتدات بتطرق ماشي. الحته النفسيه عند المدافعين اللي حصل الماتش ده والماتش اللي فات، دي نتيجتها ان خط الدفاع عندك حاسس ان لو اتغلب ودخل فرق اجوان كبيره مفيش حد هيعوض قدام. فبتلاقي نفسك زي ما حصل في ماتش النهارده وماتش ريال مدريد، لو فرق الاجوان بقى جون او جونين او جاب فيك اجوان متاخر، بتلاقي الانهيار ده بتقوم لابس 2 3 كمان. انا متاكد ان نسبه كبيره جدا 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 منها ان هم مش واثقين ان الناس اللي قدام دول، بص يا باشا، هم زمايل وبيحبوا بعض وكل حاجه، لكن تاني برضه حط نفسك مكان الشخص اللي في الدفاع. لو انت مدافع في النادي الاهلي، انت لو فجاه لقيت نفسك فاضل 10 دقايق والفرق جونين او ثلاثه، وانت شايف قدامك قفشه ومحمد شريف، انت عارف ان انت مش هتتعادل. انت هتفضل بروفيشنال وهتفضل بتلعب وجرينتا وكل حاجه، لكن غصب عنك ده هيأثر فيه. فتلاقي الانهيار اللي حصل في ماتش ريال مدريد والماتش ده اللي هو بس خلاص الماتش فك. الماتش اللي فات اللي هو عم دور ريال مدريد خلاص عملنا اللي علينا، بس اكيد انا قفشه وشريف مش هيقوموا جايبين لي 3 اجوان اتعادل 4-4. نفس الحكايه ماتش النهارده. فما ينفعش تقول لي ان لا انت متجني هتجلد على الولد، انت كمان هتطلع ان المدافعين وحشين بسببه. هرجع اقول لك تاني، حط نفسك مكانهم. لو انت بتلعب ولبست جونين او في فرق جونين او 3 اجوان وفاضل 10 دقايق، انت عندك ثقه اما تبص قدام كده تلاقي قفشه وتلاقي محمد شريف وتلاقي الحنكشه دي، انت هيجي في بالك ان عادي في الخمس دقايق دول ممكن اجيب جونين او 3؟ لا. فبتلاقي ان غصب عنك انت معنوياتك وقعت، فتقوم لابس 2 3 كمان.
فانا لا، مش بتجنى على شريف ومش بتجنى على قفشه. ليه بقول قفشه؟ عشان ما نبقاش ان احنا ماسكين في شريف بس، لا انا بتجنى على الناس العقليه قبل الفنيات، لان دي تاني بالنسبه لي مهمه. محمد هاني لما بيرجع يلعب، وممكن يكون عودته هو مش فنيا عالي، بس بيبقى عمل اللي عليه وانت شايف انه عامل اللي عليه، فبالتالي حتى لما بيغلط. يعني انا جت فتره ما كنا كلنا، الناس كلها كانت بتتريق على محمد هاني، انا ما كنتش بطلع، ما بقولكش ان انا لا شواف وعارف ان هيجي في وقت هيزيد، بس دايما الناس اللي متابعاني اول ما عملت البيج كنت بقول على محمد هاني، بقول يا جماعه بصوا يعني هو خلاص ما فيش حاجه اقولها عليه، لان هو الولد يعني انا شايفه خلاص هو بيجيب اخره، هو يا عيني بيحاول، هو بيعمل اللي عليه، هو بيطلع جسمه كله نجيله من الزحلقه والتاكلز والمجهود اللي عمله، وعنده العقليه ان انا هفضل احاول لحد اخر لحظه. محمد هاني في فترات كان الاحتياطي الثالث، انت كان عندك اكرم وكريم وهاني ثالثهم، ومع ذلك ساكت، لا بيعمل مشاكل ولا بتاع. فتلاقي ان انت ايه، عندك حته اللي هو ايه ده خلاص يحتاج وجه الله، انت لو نقدت فيه هيبقى فعلا بتعذب الواد، خلاص هي امكانياته كده. فتزعل ان انت ايه، يعني محمد هاني كنا بنزعل ايه، ما ينفعش رايت باك النادي الاهلي يبقى بالمستوى ده، لكن انت الولد عامل مجهود وانت شايفه بيجيف ال 100% بتاعته، بيدي افرت زي ما بقول لك، وهو قاعد احتياطي، لا عامل مشاكل ولا عامل اي حاجه، ما بيصليش في ناصر البرنس وينزل ستوري واللي يكلمه يقول لك يا عم ما انا ما بلعبش زي ايمن اشرف، والناس اللي احنا زعلانين ونقول الناس دي مدفونه ليه، لا الناس دي مدفونه لسبب، مدفونه لسبب والله العظيم. هاني لا كان بيعمل كده ولا اي حاجه وقاعد ساكت، تحصل اصابات تلاقي هاني نازل هلعب زي الفل، النادي الاهلي عايزني محتاجني، بيلبس التيشيرت وينزل يلعب. هرجع تاني واقول لكم اكرم توفيق العقليه بتاعته بتوفركم حته ان فنيا مش عالي، ودي حاجه مش عيب. انا بقول لك تعالى قيم اكرم، هل عرضياته، باصاته، شوطات من بره، ترقيصات، لكن الجرينتا بتاعته ومجهوده البدني والرجوله بتاعته، وفاهم التيشيرت ده ايه وعارف الجماهير دي بتعمل ايه، تخلي اكرم بينزل الملعب فاهم، لو قلت له يخش فيك جون ولا تاخد رصاصه في كتفك يقول لك لا اديني رصاصه في كتفي هبقى اتعالج بعدين مش مشكله. نفس فكره حمدي فتحي، لكن حمدي فتحي بقى كمان هو فنيا عالي وفنيا دلوقتي بيعلى، لكن قصدي ان انت لو عندك العقليه والرجوله دي هتغطي على حاجات كتير. وفي لعيبه كتيره في الاهلي، حسام عاشور مثلا، شوف حسام عاشور خد بطولات قد ايه، ومن الكباتن اللي التاريخ هيشكرهم ككباتن تاريخيين بغض النظر ايه اللي حصل. حسام عاشور كان رجوله وجرينتا، رجوله وجرينتا، وكان حتى جماهير المنافس بتتريق عليه يقول لك يا عم ما عندوش ب 3 جنيه كوره، بس هو رجوله بجرينتا. نفس الحكايه احمد فتحي، خد بالك احمد فتحي برضو تاني، ما احنا كنا بنفضل نتريق على عرضيات احمد فتحي، على الشوطات بتاعته اللي كان بيخبط فيها الناس اللي قاعده في المقصوره، بس الرجوله والجرينتا وفاهم النادي ده بيخليه ينزل يقطع التيشيرت بتاعه في النجيله، فبيطلع في الاخر المردود بتاعه حلو. لكن مشكلتي في قفشه وشريف زي ما بقول لكم انها مش حاسس حتى العقليه دي، عشان نقول فنيا مش عاليين، بس الواد بيحاول وبتاع فنصبر عليه، فانا مش شايف سبب اصبر عليه، لان انت كعقليا انا اصلا، انا هقول لكم الخلاصه عشان ما افضلش مطول عليكم. مشكلتي مع قفشه وشريف ان انا بحس ان هم مش متضايقين اصلا، انا بحس ان هو مش متضايق انه لاعب وحش، فهي دي الفكره. فانت تيجي تطلب مني كمشجع ساند وطبطب وبتاع، يا باشا اطبطب عليه، هو اساسا مش متضايق، اطبطب عليه ده لو متضايق، اطبطب عليه ده لو زعلان. يعني انا اروح اطبطب على واحد زي عبد المنعم النهارده على الهزيمه، اروح ابوس دماغ حمدي فتحي على ماتش ده وماتش ريال مدريد اقول له معلش يا ابني انا ما اعرفش ازاي قعدت فيه احتياطي، فاهم، اروح ابوس دماغ محمد هاني، هو ما تزعلش يا هاني والله احنا عارفين ان انت عملت اللي عليك وخلاص ودي امكانياتك. لكن قفشه وشريف فانت بتيجي تقول له اطبطب على ايه؟ هو طبطب على مين اذا هو اصلا مش متضايق؟ يعني تحس محمد شريف ده لو انت تعرفه معرفه شخصيه، وجيت بعد الماتش مثلا ريال مدريد قلت له شريف ما تزعلش وهارد لك، اقول لك يا عم صباح الفل ما ده الريال برضه والله العظيم مش بأوفر، مش بعيد تلاقي ده رده، فاهم، يقول لك يا عم ده الريال يا عم صباح الفل. واحنا شفنا الكلام ده الماتش اللي فات، مش بنتجنى عليه وهو واقف بيضحك مستني يبدل التيشيرتات مع اللعيبه بس. فهي دي الفكره. انت هيبقى عندك مشاكل في افريقيا. الحاجه الثانيه موضوع الشناوي، يا جماعه الشناوي بقاله كتير مش مركز، وكنا بنقول الكلام ده، وبيقول لك انت الشناوي من الموسم اللي فات مستنيين له اخطاء، يا عم احنا مين ومستنيين ايه؟ والنبي بس ما يعني نصيحه ما تصنفش الناس كلها مع بعض، يعني خلاص مش اي حد ينتقد فيبقى اكيد ده بيكسر. الشناوي بقاله 10 ماتشات، وبانت الماتش ده واللي فاتت الشوط اللي بتتشاط من بره ارضيه بتخبط في صدره وتقع، بتخبط في صدره وتقع. هل ده طبيعي؟ والكور بتبقى ضعيفه، هل ده طبيعي؟ فهو بقاله فتره في قله تركيز. الطلوع
الطلوع على الكوره بقاله فتره في مشاكل في الطلوع على الكوره. فدي حاجات دي ان انت وقلنا لازم حارس يخوف الشناوي. دايما بذكر موضوع نادر السيد وعصام الحضري، عشان في ناس برضه تقول لك ما اصل ما فيش فريق بيبقى عنده حارس منتخب مصر ويجيب حد ده. لا، بتجيب. نادر السيد كان ساعتها في منتخب مصر. هو نادر السيد جوزيه جبل وعصام الحضري ليه؟ نادر السيد كان ساعتها بيروح منتخب مصر. انت كان عندك حارسين بيروحوا منتخب مصر. لكن دي الطريقه اللي انت تخوف بيه الحارس. تمام، مش عايز تشتري، قعده احتياطي. وانت عندك فرصه ان انت تقعده احتياطي. انت معلش مع احترامي، فرق الدوري السنه دي بالذات انت بتلعب فرق معتيه، بتلعب فرق معتيه يعني. صباح الفل، انت لو نزلت مصطفى شوبير في ماتش الزمالك انت كنت هتطلع برضه كلين شيت. احنا نضحك على بعض، كنت هتطلع بكلين شيت. ما تجرب دلوقتي. سيبك من مش هقول لك جرب في ماتشات الكاس زي بره، عشان بره الناس عندها عقليه ان البريمير ليج اهم والتشامبيونز ليج اقل، فممكن يلعب بالاحتياطي في الكارلين كاب والاف اي كاب والحاجات دي كلها. ماشي، ما تعملش كده يا سيدي في ماتشات الكاس. والكاس انت بتخسره بقالك كتير. حلو. ماتشات الدوري الضعيفه السنه دي جرب نزل علي لطفي، نزل شوبير، حسس الشناوي ان لا على فكره. وما تحسسوش ان انا بريحك، لا، حسسه ان هو انا عايز اجرب الحراس التانيين. لازم يحس ده. انت اللعيب اللي ضامن مركزه ده مشكله. ودي رجعنا تاني لموضوع شريف لما قلنا محتاجين مهاجم. ولما جابوا شادي حسين انا ساعتها قلت ايه لو تفتكروا؟ قلت شادي حسين بغض النظر مستواه هيبقى عامل ازاي، بغض النظر مشجع اهلاوي ومدرج وكل الكلام الجميل ده، مش ده اللي هيخلي محمد شريف وحسام حسن يخافوا ويبداوا يسترجلوا. هيبقى التالت بتاعهم. وده حصل. وده حصل. مش عايز افتح في حاجات بقى ملهاش علاقه بالموضوع، ويبقى ساعتها بنندب بقى واقول لك احمد ياسر ريان وصغير في السن ولا ده كان هيخوفهم ولاعيب منتخبات وعارف يعني ايه ضغوط. لكن انت اما تروح تجيب لي مهاجم انديه شركات وطول عمره انديه شركات، هو مش هو اللي هيخوف شريف وحسام حسن، مش هو اللي هيخوفه. فانت محتاج دلوقتي تعمل ده مع الشناوي، بغض النظر انا نيته ايه. هو بقى ما في استهتار، في قله تركيز. انا مش هخش في دواخل اللعيبه. ليه؟ عشان ساعات احنا بنقول ردود مالهاش علاقه بالفنيات. يعني انا في واحد صاحبي كنت بقول له على الشناوي، فقال لي دلوقتي الشناوي بقى بيتنك على الكوره ومستهتر. قلت له يا عم لا متنك ولا مستهتر، انا ماليش دعوه بنيته ايه وهو نازل ياخد الكوره على صدره. انا ليا ان بقى له 9 ماتشات بينزل ياخد الكوره بتخبط في صدره وتقع، بتخبط في صدره وتقع. ده مش طبيعي. الطلوع على الكوره بيطلع بطيء. الشناوي عاده تحركاته لو خدت بالك بقت تقيله، ومش فكره الطلوع في الانفرادات. هتلاقي الشناوي حتى لو طلع على كورنر هتلاقي الفيرتيكال ليب اللي بيعملها نفسها بطيئه. هتحس له ويقوم طالع عامل كده، فاهم؟ فالشناوي حركته بقت تقيله. فدي حاجه يعني انت لازم حلها. لا اما خلاص انت تشوف ايه المشاكل اللي عند اللعيب ده وتعمل له بقى حاجات بدنيه، تشوف تدريبات تخصصيه، تشوف ايه المشكله في البطء اللي عنده. والحاجه الثانيه لازم يحس ان مركزه في خطر. فانت يعني المشكله كلها ان افريقيا السنه دي زي ما قلنا افريقيا مش هتبقى سهله. وده الكلام ده انا قلته من 3 شهور مثلا. انت لو متابع الفرق الافريقيه التانيه كلهم عاملين ميركاتو حلو جدا، كلهم جايبين صفقات حلوه، كلهم جايبين لعيبه تقيله. انت مش الشامبيونز ليج بس، انت الكونفدراليه السنه دي هتبقى تقيله. يعني في فرق كتيره من اللي في الكونفدراليه دعمت، وهتلاقيها السنه دي بتلعب كونفدراليه بس التاني او التالت في الدوري المحلي بتاعها وعامله شغل في الدوريات. فانت الفرق الافريقيه تقيله. الفرق الافريقيه البطوله دي مش هتلاقي ان الحظ حالفك ولعبت فريق زي كايزر تشيفز في الفاينل. مش هتلاقي زي ما قابلت الترجي من سنتين، الترجي نازل ومعميين وتقوم واخدهم 2-0 هنا وتمشي معاك تاخد الحنكشه. السنه دي مش هتنفع في افريقيا. ف تاني مش بنهد المعبد، مش بنقول كله وحش، مش لكن هي انا عندي كارثه ان لو الفريق كله حلو بس انت البلاي ميكر والمهاجم وحش، انت هتبقى قاعد مستني هجمات فرديه. فزي ما قلت لك ده هيدفعك لحته مش هتبقى عارف تفتح بقك وتقول عبد القادر اناني، مش هتبقى عارف تفتح بقك وتقول حسين الشحات بيلعب بفرديه. خلاص اباصي لمين؟ هي دي الفكره. ف يعني انا طبعا اكيد زعلانين على البرونزيه، واكيد دي من يعني اكتر حاجه مضايقه. لكن الحاجه الثانيه ان انت بتبص لقدام. لو فعلا هنفكر التفكير الموضوعي اللي هو خلاص مش هنيجي ماتش ونفضل قاعدين بنندب حظنا عليه، ان انت المشاكل دي هتواجهك في افريقيا، سواء مشاكل الهجوم او مشاكل الشناوي في التسديدات من بره. انت فرق الافارقه كلهم بيشوطوا من بره، كلهم بيشوطوا من بره، وهتلاقيهم بيسددوا من بره كتير، وهتلاقي رجلهم كتير. وانت الدفاع عندك حلو،
فده هيخلي فيه فرق كتيره يبقى حلها ان هي تشوط من بره. ما ينفعش انت بقى يا شناوي تبقى انت الثغره دي. يعني ما ينفعش انت حارس منتخب مصر وكابتن الفريق وتبقى انت الثغره اللي الدفاع بتاعنا واقف حلو، ففرق الخصم عشان تعرف تخترق بدات تشوط من بره، ودي خلاص بقت اجوان عشان الشناوي مش عارف يطلع على الكوره بس. ف... فربنا يسهل ان شاء الله الفتره الجايه، خاصه عشان ما نتكلمش اكتر من كده، كلنا متضايقين. وان شاء الله ربنا يكرم في الماتشات الجايه. قندوسي طبعا هيفرق اتمنى ان القندوسي يحل لنا بقى موضوع قفشه ده، يلعب 8 متقدم وخلاص. مروان عطيه لو لعب قدام هيبقى حلو. جرب طاهر والشحات مره واثنين وثلاثه ورا المهاجمين. يعني انا بالنسبه لي موضوع قفشه مش كارثي زي شريف، عشان ليه حلول كتيره جدا. في فرق كتيره ما بتلعبش بلاي ميكرز. يعني الزمالك، سيبك من دلوقتي، الزمالك قبل كده كان مين اهم 3 لعيبه في الزمالك؟ الونش، امام عاشور، زيزو. انت كان نص الملعب والهجمات كلها طالعه من امام عاشور، وامام عاشور رقم 8 مش 10. بس بيعرف يزيد، بيعرف يتحرك بالكوره، بيعرف يعمل فنت ويخلق اوبشن باس، بيعرف يشوط من بره. فانت مش لازم تبقى حافظ ان 10 كلاسيكي، لا القندوسي لو لعب تاني متقدم هيبقى حلو، مروان عطيه لو لعب تاني متقدم هيبقى حلو. بس انا مشكلتي في المهاجم، لان حتى اللعيبه اللي انت بتأيفها في خط الهجوم هو مش سترايكرز. كهربا مش سترايكر، بيرسي تاو مش سترايكر. فدي اللي للاسف ملهاش تأييفه. يعني في بوزيشنز كده ملهاش اللي هو خلاص مش هلعب 10، هلعب 8 متقدم ووراه 2 6 يقفلوا. المهاجم دي ما هي مهاجم، ما ملهاش حنكشه. فاهم؟ الوينجات ممكن حد فاهم، طب باك بس زي ما عملت في كريم فؤاد مثلا، باك بس عنده مهاره وسريع، طب العب وينج يمين. في بوزيشنز ممكن تأيف فيها. المهاجم دي مش هينفع، لو مشيت معاك ماتش مش هتمشي في التاني، تبقى لازم سترايكر خلاص موجود في الصندوق. ودايما طريقه لعب النادي الاهلي تاريخيا ان لازم يبقى في سترايكر صريح. يعني انت حتى عمرك ما كنت بتلعب بان في 3 قدام دايناميك بيبدلوا، انت على طول عندك مهاجم صريح. عد بقى، شوف بقى الخطيب بحسام حسن بفلافيو بعماد بقى، شوف بقى كميه الناس اللي جت، حتى محمد فضل، حتى محمد فاروق بعلاء ابراهيم، شوف بقى كميه احمد بالله، شوف كميه المهاجمين اللي جم، خالد بيبو. دايما في مهاجم، هي اساسا دي طريقه لعب النادي الاهلي. فهي في ماتشات كبيره زي افريقيا مش هتمشي معاك حته ان ربنا ينفخ في صوره الوينج اللي عندي، فاهم، يخش جوه يشوط له شوطه يرقص هو ويجيب، لعيبه النص الملعب بتاعتي تزيد وتخش. عمر ما فريق هيلعب ان انا خلاص هشيل من حساباتي ان انا عندي مهاجم وخلاص بقى نلعب من غيره ونشوف ايه اللي هيحصل. بس عشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله ربنا يكرم الفتره اللي جايه يعني. ويعني خلينا نشوف الكومنتس لو حد بقى، كلنا بنتكلم في المهاجمين يعني. حته بقى يعني برضه منى بتتكلم في حاجه، انا قطاع الناشئين مش عارف مشكلته ايه. مش عارف مشكلته ايه ان في لعيبه، يعني شريف عبد الفضيل في كذا لقاء لما بيطلع بيقول انا عندي مهاجمين كويسين وعندي لعيبه كويسه. فانا هنا سؤالي، انت خايف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ يعني واحد مثلا زي سيد غريب، انا والله العظيم ما اعرف طلع اعاره ليه. هو شريف احسن من سيد غريب؟ حسام حسن احسن من سيد غريب؟ شادي حسين احسن من سيد غريب؟ ده مثال بس سيد غريب عشان شفناه، لكن اكيد في ناس تانية موجودين. يعني اكيد في ناس تانية في قطاع الناشئين كويسين وحلوين، طب ما تطلع. يعني في وقت زي ده صعد خلاص مهاجمين، انت الميركاتو قفل، صعد مهاجمين. هتيجي تقول لي يعني انت بتتكلم على افريقيا وماتشات كبيره والناشئين هو اللي هيعمل، هقول لك يا عم هيبقى اوحش من شريف؟ هيبقى اوحش من شادي؟ لا. فانت اصلا دلوقتي عندك خلاص ان انت في ريسك كده وكده هتاخده. ما بص خلينا نكون منطقيين، الماتش اللي هتنزل بتلعب بيه بشريف قدام هو اوريدي في ريسك متاخد. خلاص يا باشا هطلع حد من الناشئين يمكن يبقى كويس، ايه المشكله؟ هتقول لي افرض ما جابش الوقت، ما شريف ما بيجيبش. هتقول لي افرض شكل الهجوم كان وحش، ما شكل الهجوم وحش. فاهم قصدي؟ بس فحته ان انت اخاف ادبس الناشئين مره واحده دي تقولها اما يبقى عندك لعيبه كويسه. فتقول لي وايه السبب؟ ليه السبب يا عم الفزلوك ان انا اجيب واد صغير احرقه؟ يعني حرام. لكن دلوقتي ما هي خلاص، ما عندك في بوزيشن ما فيهوش لعيبه، زي الناحيه الشمال برضو. افضل طلع ناشئين، جرب بديل معلول. محمد اشرف مش عاجبك بغض النظر ماشي، احمد نبيل كوكا مش طلع ناس بدله معلول في بوزيشنز تعرف تطلع فيهم ناس ومش هتاخد ريسك. انت علي معلول يا جماعه، الراجل ده ما هيجي فتره يا جماعه علي معلول بدنيا هيقع منك. احنا برضو موضوع الباك شمال اللي شايفينه بظروفه ده هيجي وقت هيقع منك. خالد عبد الفتاح هتقول لي ما احنا جربناه باك شمال. حبيبي ما هاني هيقع منك، انت اكرم وكريم فؤاد مصابين، فانت هتحتاج خالد عبد الفتاح ساعات هيبقى باك يمين. السنتر باكات انت عارف اصاباتهم عامله ازاي. ياسر ابراهيم ماتشين 3 وبتجيله المزق اللي بيجيله في الخلفيه اللي عمرنا ما بنعرف ايه هو ده.
رامي ربيعه ماتشين ثلاثه وبيجي له المزق بتاع السمانه. فخالد عبد الفتاح انت برضه هتستهلكه كتير. بس فهي دي فكره. ف يعني ان شاء الله ربنا يكرم الفتره الجايه وهارد لك يا جماعه. بس يعني اقول لك احنا نسبيا اللي يضايق الواحد ان نسبيا انت عملت ماتش حلو في ماتش ريال مدريد، برضه نسبيا عملت ماتش حلو، بس هي للاسف الغلطات دي زي ما قلنا لكم قدام الفرق دي مش هيبقى بقى زي الدوري. مش جت سليمه، لا هتزعل وقدام فرق افريقيا زي ما قلت لكم كده. مش هيجي لك حته ان انا هعمل 15 حدي 15 كولر شريف ويجيب منها واحده، لا. انت في ماتشات سان داونز في جنوب افريقيا هو هيجي لك 2 3 وهتبقى من الاثنين دول عايز تجيب منهم واحده، ومش بعيد يلبسوك جول فهتبقى الاثنين انت عايز تجيب الاثنين. بس فان شاء الله ربنا يكرم الفتره الجايه وتصبحوا على خير.